وصلت الرساله تاعك خويا، سجلوا سجلوا. هذه ثانيه انا خلقتها القضيه ما كانش منها، لا الخيال تاعي انا واسع. تخيلت بانه راقي هو الصراحه. عباك قضيه كيما هذه راك حتى تحب تخيلها ما تقدرش. تقدر انت تتخيل انه في بلاد ما جابوا شخص عريان، لا وزن لا هيبه لا مواقف لا عقل لا تربيه لا فكر لا قرايه لا شهاده لا اي شيء. اسمع مليح، عطاوه قاعه ترخيص من عند الدوله الجزائريه في اقل من 24 ساعه، في وقت انه مؤرخين ما يعطيهمش الصلاه. جاو طوابير باش يحضروا في التجمع هذا، كل واحد جابوا نساهم، أكثر من 2000 امرأة تصدرن أصوات غير أخلاقية تسمعوها في جهات خليعة ولا في أفلام خليعة، لأن العريان هذا طلب منهن. هذه هي القصة. اللي يقدر يكذب مرحبا. في ولاية خنشلة بالفيديوهات، اسكو جي انفونتي سا كي نقول لكم باللي الامر الحالة تاع المجتمع رانا دخلنا في واش من زنقة الهبال سطاج الوحش واش حبيت. درك حنا بالنسبة للبعض وانصار النظام لازم نسكتوا ما نتكلموش. المجتمع هبل، الجهل تعمم، الاخلاق دمرت، ما بقاتش منظومه اخلاقيه في البلاد، ما بقات منظومه فكريه، ما بقى اي شيء. لما تقول هذا يجيك الرويج اللي ما يقدرش حتى يفتح الكاميرا يقول الكلام بوجهه، يقول لك لازم نصفيوك. يبقى على كل حال النخبه تاع النظام الجزائري شكون؟ هذاك بونيف. وقال لهم شوقي بنزاره قصوا له راسو. يا واش راكي رافضه يا الجزائر؟ واش راكي رافضه؟ واش راكي رافضه؟ هزول الأخ شوقي، السلام عليكم. الزور اختي، مساء الخير، تفضلي. عندي برك تدخل صغير، جو با تاردي. تفضلي. على هاد القضية دابور تاع خنشلة، جي با بيان كومبري واش صرا، بصح d'après ce que vous venez de dire، كاين أفعال مخلة بالحياء ولا أفعال راقي يعني شغلاطون راقي. جاب إنسان جاهل، جاب السلطات المحلية في ولاية خنشلة أولا، ils lui ont donné une autorisation، عطاولو تصريح باش يعطيولو قاعة كبيرة. القاعة الكبيرة هذه جاب فيها نساء، قال لك راح نرقيهم جماعيا 2000 مرة ولا أكثر. وقال لهم باش يرقيهم ديروا اصوات غير اخلاقيه، اصوات ما نقدرش درك انا نقولوا شو النوعيه تاع الاصوات اللي داروها هكذاك باش يخرج الجن مرض هذو النساء، باش يخرج الجن سي صح. وقال لهم انتم في خنشله انتم كامل مهابل نورمال في الفيديو، قال لهم انتم كامل راكم مسكونين، ساكنكم النساء تاعكم مهابل ساكنينهم الجنون الى ديسا. ومن بعد يجي يقول لك وحنا والرجوله ولي زوم ومنا والمبادئ والثوره ومن كيف راح الخنشله الى ديسا. وزيد الجانب تاع الجهل، كيفاش يعني وصلنا درك ولايه كامل توصل للدرجه هذه. خويا شوقي، هاد السياسه هذه تاع استحمار الشعب عن طريق الشغله، عن طريق هذه الاساليب، ماشي حاجه جديده.
معروف النظام معروف بهذه الأساليب ديجا. احنا عندنا في بلاد القبائل طريقة تقليدية، هذه فلسفة تقليدية يستعملوها، ils l'ont utilisé depuis longtemps. depuis longtemps هما يستعملوا هذه القضية تاع زعما الرقاة الاستحمار الشعب اكسيتيرا. تسمى بغاو يحولوهم، يفول لي ديزومانيزي، بغاو يحولوهم للناس قطيع سي ان تروبو، على بالك باش توصل تغلق سي ان تروبو. C'est pour déshumaniser les gens, pour باش يقتلوا الضمير، باش يقتلوا الضمير، يقتلوا القدرات تاعهم على التفكير والتحليل اكسيتيرا. وكاين سياسة واحدة أخرى هي سياسة اللهو، لا فولكلوريزاسيون ولا كلوشارديزاسيون كيما حنا في بلاد قبايل. هذه سياسة قديمة معروفة، يحلوا ملاهي، يحلوا دي باغ، يحلوا تسمى السكروا والشربوا وغنوا وشطحوا وعطوا، نقولوا بالقبايليات تشوساو، تسمى كلوا وشربوا الخمر ونعطوا لكم كلش تسريحات استيرادات الخمور في بلاد القبايل. tu peux pas croire. ودركا سي لي دروغ دور ثاني، سي المخدرات الصلبه اللي ولات منتشره بسهوله باش الناس هذه راهي تسمى exactement pour clochardiser les pour clochardiser les foules ou les jeunes تاعنا ويلتوهم اساليب يعني باش je sais pas si tu comprends mon arabe il est un peu لا اختي، هو برك سي سي ان فرونسي سا دوا يتر كور، بصح حاولي بالدارجه باش الناس كامل تفهم. هذه هي تسمى باش يلتوهم فيك بيان لجذب تسمى لي السيطرة على العقول. جو سي با اسكو جاريف لا هذه هي الفكره، ولا السيطرة على العقول الى لا مانيبيولاسيون دي ماس. لا مانيبيولاسيون معناها انك تستعمل الحشود، ولا انك يعني تدخل تولي تحرك الحشود كما تشاء. فوالا يعني هذا يدخل في اطار اغتصاب العقل الجماعي، و يعني اغتصاب العقل جماعيا، هذا سي ان فيول دو ليسبري دو ليتر هومان. ومن بعد يفون لي ديزومانيزي، ينحوا لهم الجانب الانساني. هذا اعتداء على كرامة الانسان، اعتداء على كرامة المرأة. هذا اللي قال لك انت راك تحاول يعني تظلم، ولا tu accuses la femme de خنشلة وبهذا الشيء وكامل. non c'est pas toi qui fais ça. فوالا اوليو يروح يهضر على الراقي وعلى السلطات وعلى لي زوتوريتي كي بيون دوني لوتوريزاسيون، لا هو يجي يهضر على الناس اللي راهم ينددوا بالواقع هذا. اكزاكتومون، انت راك دير في لافورماسيون، انت راك توعي الشعب وهما راهم يديروا في لا ديزانفورماسيون. دوماج ما نعرفش بزاف لي مو لا وصلت وصلت الفكره. لا هما راهم يعني ديتورن، يفون ان ديتورنمون يحولوا الاهتمام تاع الراي العام من المواضيع الاساسيه للتفاهات هذه، ويستحمروا في الشعب بالقضايا هذه. لهاد التفاهات حنا عندنا اون اكسبيريونس، عندنا خبره في بلاد قبايل صار اكثر من هكذا. في بلاد قبايل صاروا اشياء مخله بالحياه اكثر من هكذا، وين الامام تاع المسجد يبعثوا لنا في كل دشره امام المسجد، وهذاك الامام سوني با امام زعما يعلم اللغه ولا يعلم القران ولا يأذن، ولا هذا الامام سي ان اجون تاعهم. أئمة السي سي بي يقول لك الفقر تاعك بسبب الذنوب تاعك. أئمة تاع السي سي بي هذه هي خدمته. اكزاكتومون فوالا، ويدي في ليسبيوناج ويدي الاخبار تاع جاسوس، يجسس على القرى سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. هي برك هذه الحاله خاصه شويه في منطقه القبائل، لانه بعد الاحداث تاع 2001 وعادوا ما يقدروش يدخلوا للبشر وكلش، عادت الطريقه الوحيده تاعهم باش ياخذوا المعلومات على واش يصرا هما الائمه تاع السي سي بي.
فوالا اكزاكتومون. وهاد الائمه عندهم ثاني واحد الدور واحد اخر، تسمى يحاولوا يفهموا للناس كوم كوا واش راهو يصرى فيكم، والفقر هذا اللي راكم تعيشوا فيه هو نتيجه لغضب الله عليكم، لذنوبكم. فوالا فوالا لي بور جوستيفيي يعطيك الصحة أختي على جو فو ريميرسي بور فو زيفور، يعني باش هضرتي بشوية بالدارجة باش الناس كامل فهمت. ايه j'ai vécu انايا j'ai vécu j'ai vécu en Algérie pendant j'ai passé presque toute ma vie jusqu'à l'âge de 30 ans. نعرف نهضر العربية بصح راح وصلتينا حنا برك باش الناس كامل يفهموا تسمى، باش توصل لهم الفكره بالدارجه هذه. على بالي ساعات شويه الانسان كي تكون لا لونغ ماتيرنيل تاعو موالف تسمى يهضر بالقبايليه ولا اللي موالفين بالشاويه تسمى تجي صعيبه، بصح حنا باش الناس كامل توصلها الفكره الاحسن اننا نحاولوا بالدارجه. يعطيك الصحه اختي العزيزه. ايه هذه هي. واذا كان جاوني افكار واحد اخرين على هذه السياسه هذه تاع الشيطانيه يعني نسميها، باسكو هما هذا النظام ما يامن لا بعيسى لا بموسى لا بمحمد لا ببوذا، ولا ما يامن بحتى ديانه. هادو شيطانيين، هادو يشوفوا لا سول ريليجيون تاعهم ولا الديانه تاعهم هي للمصلحه الخاصه ديالهم وكرشهم. هذا ما كان سينو الشعب ما على بالهمش كاع به، يصنفوا ما على بالهم لا بالرقيه لا بالاسلام لا بغيان دو تو. طريقه كل حاجه باش يستعملوا باش يستحمروا الحشود. هذه هي. شكرا اختي العزيزه تنمير.